السلام عليكم. مبروك فوز ريال مدريد على فيا ريال بنتيجة 2-0. المباراة ما كانت سهلة على ريال مدريد، بالعكس كانت صعبة وكان فيها حدية وشراسة ورتم عالي بشكل مجنون، خصوصا إن المباراة كانت على أرض فيا ريال وأمام جماهيرهم، وشفنا لاعبين فيا ريال أعطوا 200% من طاقتهم ومجهودهم أمام ريال مدريد. المباراة كانت حلوة وجميلة، بس قبل ما نبلش بدي أطلب منك اللايك واشتراك فضلا وليس أمرا، واترك لي تعليق جميل يا جميل. بلشت المباراة وفيا ريال كان أفضل من ريال مدريد، خصوصا أول 20 دقيقة. أما ريال مدريد كان ثابت من الناحية الدفاعية، بس أفراد كانوا ممتازين، أما منظومة عليها شكوك، بدليل إنه دفاع ريال مدريد كان كويس، إنه كورتوا ما تعرض لهجمات كثير، يعني خصوصا في الشوط الأول كلها كان من كرة وما كانت خطيرة. وفي بعض أفراد في هاي المباراة قدموا من الناحية الدفاعية مباراة العمر، من ضمنهم أسينسيو قدم مباراة عمره، خصوصا كان بيلعب هو مصاب، كان عنده إصابتين، عنده إصابة كان انحراف بالوتير يعني نفسه ما كان مزبوط، وكان عنده شرخ بالعظم يعني برضه كان التحاماته كان بيتعرض لشوية ألم. مع هيك قدم أحسن مباراة له من أول ما ترفع للفريق الأول لغاية هاي اللحظة. وهاوسن كان ممتاز، وكاريراس ما شاء الله عليه كان خرافي. أما فالفيردي أوقات كان منيح أوقات كان سيء. آخر فترة لاحظنا أنه فالفيردي لما يكون الرتم المباراة سريع مرات بسرح، وهاي مشكلة ولازم أربيلوا ينتبه لها ويحكي مع فالفيردي عليها. أما أربيلوا بهاي المباراة دارها بشكل ممتاز، ما بدنا نحكي إنه ما في مشاكل واختفت، لا المشاكل لسه موجودة بس بلشت تخف شوي شوي، ولو قدام إذا المشاكل ضلت موجودة رح نعمل فيديو نحكي عليها. أربيلوا بهاي المباراة حاول يطبق فكرة، هاي الفكرة من أيام مباراة موناكو بس ما كانت تطبق كثير يعني أو بشكل ممتاز، حاول يجربها كمان مرة بهاي المباراة اللي هو استعمال الأظهرة. كيف؟ مسك فالفيردي وكاريراس حاول يوسع فيهم الملعب وكمان يساندوا الوسط، يعني عندك الوسط الثلاثي اللي هم جولر وبيلينغهام، وكان ينزل فرانكو مستانتونو، هيك بصير في ثلاثي وسط مع الأظهرة، هيك بيساعدوا بالضغط. طب كامافينجا وين؟ كامافينجا نازل لتحتيهم شوي بيساند قلوب الدفاع من الحالة الدفاعية وبقطع الكرات. هسه قدام موناكو ما كانت تزبط كثير، وبهاي المباراة بالشوط الأول برضه ما زبطت، بالشوط الثاني بلشت تزبط، هسه مع الاستمرارية والتكرار راح تزبط معه وبكره بنشوف. طب ايش فايدة هاي الفكرة غير الضغط؟ باختصار هيك بسكر مسارات التمرير الخمسة وبعطي حرية لمبابي وفيني بالهجوم. بصراحة هاي فكرة من أفكار أربيلوا، ولو قدام راح نشوف أفكار أكثر بس شوي شوي، لأنه أربيلوا ما بده يضغط اللاعبين هسه، بس بده يكسب ثقتهم بعدين بصير يشربهم من الأفكار شوي شوي. والشوط الأول من ريال مدريد ما كان أفضل إشي، وكامافينجا كان راح يجيب لنا العيد. في لقطة لكامافينجا ترك مكانه والتعبت الكرة ورا ظهره وكان راح يسبب لنا هدف، صارت علينا هجمة خطيرة لولا انه كامافينجا رجع بسرعة وصلح الخطأ. واكثر ما كان يعاب على ريال مدريد في الشوط الاول اللي هي الفردية، اغلب لاعبين ريال مدريد بهاي المباراة بالشوط الاول كانوا بيلعبوا بفردية، ما كان في لعب جماعي، خصوصا فيني بالشوط الاول رجع زي زمان زي ايام تشابي الونسو، اناني وما بيلعب بجماعية، بيمسك الكرة وبده يراوغ لحاله وبده يخترق لحاله. ومبابي كان هاي من أسوأ مباريات لمبابي، ما كان مبين وما كان يضغط، بصراحة مبابي هو كان مخرب منظومة الضغط، عكس فيني اللي ضحى كثير من الناحية البدنية والضغط، بس انه كان اناني بالشوط الاول. اما اكثر لاعبين اثنين كانوا ملفتين للنظر في الشوط الاول اللي هو فرانكو مستانتونو واسينسيو، وبيجي وراهم بيلينغهام. هسه خلص الشوط الاول وبلش الشوط الثاني. نزل ريال مدريد مختلف تماما، نزل بضغط عالي وشراسة وحدية، ومن كثر الضغط اللي ضغطوه على دفاع فيا ريال خصوصا اول كم من دقيقة، هون دفاعات فيا ريال اخطأوا واجت الكرة لمبابي، ومبابي بهيك وضعيات ما بضيعها، سددها وسجل الهدف الاول. فيا ريال بعد الهدف الاول انجن، رفع النسق ورفع الرتم بشكل مجنون، وكمان ريال مدريد رفع نسبة الالتحامات والصراعات الثنائية. بس الغريب بالموضوع انه ريال مدريد فاز باكثر من نصف الصراعات الثنائية على عكس المتوقع، وصار ريال مدريد بيلعب بشكل جماعي، واولهم فينيسيوس، هذا اللي كان يلعب عليه بالشوط الاول انه كان فرديات، بالشوط الثاني صار لعب جماعي. بس ظهرت مشكلة جديدة في الشوط الثاني اللي هو سوء اتخاذ القرار بالثلث الاخير من الملعب، يعني عند منطقة جزاء فيا ريال كان كثير من القرارات غلط وكانوا متخبطين. ولما أربيلوا شاف النسق المجنون هذا اتدخل بسرعة، شو عمل؟ اعطى تعليمات لفرانكو مستانتونو انه يضغط اكثر ويساند الوسط، هون فيا ريال انخنق وبطل يقدر يبني الهجمة بشكل سليم. باللحظات هاي لحسن حظ ريال مدريد كامافينجا تحسن، اخطاؤه قلت وسد مكان تشاوميني نوعا ما بشكل معقول، وكمان بيلينغهام ضحى بدنيا كثير بالشوط الثاني مقارنة بالشوط الاول، صرنا نشوفه بكل مكان. ولو تشوف الخريطة الحرارية تبعته
راح تلاقوها حمراء كلياتها بكل مكان كان متواجد. طبعا مش لحاله، هو وفرانكو مستنتونو الاثنين ضحوا بدنيا كثير. وفي نقطة بدي احكيها عن فيني اتعرض لهتافات طبعا غير الكرة الشاطئية، وفي شغلات الثانية اللي انتم عارفينها، بس مش هون المشكلة. المشكلة في لاعب في فيا ريال بيلعب ظهير يمين، هو اصلا قلب دفاع، اسمه باو نيفارو. هذا كان يتعرض كثير لفينيسيوس جونيور وكان بيعامله بخشونة، بس فيني عرف كيف يتعامل معه. فيني للتربية والتعليم، وبصراحة فيني بهاي المباراة عجبني من ناحية هذا اللاعب. وهسه خلينا نرجع للمباراة. شفنا ريال مدريد بالشوط الثاني يتحسن بالخروج بالكرة على غير المعتاد. كيف؟ بسببين. اول شيء احنا كلنا عارفين انه ريال مدريد بحاجة الى لاعب وسط مبدع اللي بينقل الكرة لقدام، هذا اللاعب مش موجود عندنا. اربيلو هون شو عمل شغلتين، حسن حركة اللاعبين من غير كرة، وحسن الانتشار، وخلى اللاعبين يلعبوا بشكل عمودي من غير فلسفة. عشان هيك شفنا تحسن بالخروج بالكرة. وفي لاعب لازم نعطيه حقه اللي هو اسينسيو. لولا اسينسيو لكان ريال مدريد خسر. اسينسيو كان بافضل حالاته، بس عيبه الوحيد لاسينسيو انه مستواه مش ثابت. مرة بيعطيك مباريات ومستوى تك يا اخي هذا مالديني، هذا راموس، يلي فيه اجتنا صفقة ببلاش. ومرة بيعطيك مستوى تك هذا شو جابه عنا، هذا مستوى مش مستوى ريال مدريد. فان شاء الله نستمر بالمستوى العالي. واللاعب الثاني فيني ضحك كثير لولا كان ريال مدريد خسر. طبعا احنا بنحكي عن الشوط الثاني. امبابي كان من مش احسن مستوياته، كان سيء. مع هيك هو فوزنا، سجل هدفين. الهدف الثاني سجله اتوغل، وكان هو سريع وحصل على ركلة الجزاء وسددها على طريقة البانينكا، ويا ريته ما شاتها، فتح جروح لابراهيم دياز. اما شو تنفيذ كان خرافي على طريقة زين الدين زيدان. هيك تنفيذ ضربات الجزاء للبانينكا، اتعلم يا دياز. وهسه خلينا نعمل نظرة تكتيكية على المباراة وبشكل مختصر. ريال مدريد نزل بتشكيلة 4-3-3 مرنة، ما كانت ثابتة. مرات بتصير 4-4-2 ومرات بتصير 4-2-3-1 على حسب وضعية الكرة. وهجوم ريال مدريد كان بيعتمد على السرعة وعلى الحركية بدون كرة، وهذا الرسم أعطى سيطرة على وسط الملعب. ليش؟ لأنه كامافينجا كان بيلعب دور ارتكاز صريح وبقطع الكرات، وبيلينغهام كان بيلعب دور بوكس تو بوكس، كان بيعمل ضغط عالي وبسكر المساحات. أما جولير صاحب اللمسة الإبداعية كان بيتمركز بين الخطوط وبخلق زوايا للتمرير. هذا ساعدنا على كسر ضغط فيا ريال. طيب كيف كنا نتحول من الدفاع إلى الهجوم؟ شوف، لما كنا نفقد الكرة كان بيلينغهام وجولير بيعملوا ضغط مباشر، وفينيسيوس بيفتح على جهة اليسار وبيسحب معاه الدفاع، وفرانكو مستنتونو كان بيفتح على جهة اليمين. هيك بصير في ربط بينهم والكرة بتدور أسرع. وهسه بنروح على دفاع ريال مدريد. كيف كان دفاع ريال مدريد منظم ومنضبط؟ أول إشي كان هاوسن وأسينسيو مسكرين العمق وبيمنعوا الكرات البينية، وكاريراس كان منضبط دفاعيا، ما بيتحرك وما بيتقدم لقدام إلا في أوقات معينة. وفالفيردي كان بيلعب ظهير مع وسط، كان بيضغط وبسكر مساحات وبيساند الهجوم عند الحاجة. يعني باختصار أربلوا قرب الخطوط وقلل الخطورة قدر الإمكان. طيب كيف كان أربلوا مرن تكتيكيا بهاي المباراة؟ شوف، لما كان يمتلك الكرة كان بيلعب بخطة 3-2-5، لما كان يفقد الكرة كان بيعمل ضغط مباشر من الوسط، ولما كان يدافع كان بيلعب بخطة 4-1-4-1 أو 4-5-1. هاي المرونة اللي خلت أربلوا يحافظ على نتيجة المباراة. وفي سؤال ثاني الناس بيسألوه، إنه كيف أربلوا عمل توازن بين فيني ومبابي بهاي المباراة؟ طبعا بالشوط الثاني لما شاف في تعارض بين فيني ومبابي شو عمل؟ نقل مبابي على اليمين وخلى فيني على اليسار، بس أعطى حرية لمبابي إنه يهاجم المساحات وقت ما بده بالعمق. لما كان مبابي يهاجم العمق كنت تلاقي فيني برا منطقة الجزاء على البوكس. هيك أعطى توازن وأعطى حرية لفينيسيوس ومبابي، غير إنه مبابي بيكون بيتحرك بين قلبين الدفاع عشان يستغل أي فراغ بصير. بس قبل ما أنهي في نقطة لازم أحكي عليها. مرات كنا نشوف وسط الملعب فاضي فيش فيه ولا لاعب، لازم أربلوا يعالجها وينتبه لها. كلياتنا ثقة في أربلوا. أربلوا الآن ماشي في خطة ثابتة وقاعد بيعالج مشاكل ريال مدريد شوي شوي، والأخطاء اللي وقع فيها تشافي ألونسو قاعد بيبتعد عنها، بس كلياته بيبين بعد شهر العسل تبع اللاعبين. هسا المعروف أي مدرب جديد بيجي على أي فريق 4 5 6 مباريات 10 مباريات بعطوك إياها اللاعبين في التوب، بعدين خلاص بيتعودوا وبرجع كل إشي زي ما كان. هون بيبين أربلوا شو بده يعمل، بنشوف كيف بده يعالج الأمور. بس المهم بالوقت الحالي هو الفوز وحصد النقاط ونعمل ضغط على برشلونة. وهيك وصلت لنهاية الفيديو. إذا عجبك الفيديو اعمل لي لايك واشتراك فضلا وليس أمرا. والسلام مسك الختام. سلام، ما تنسانا من اللايك.